والله العظيم انا لو كنت موجود على السوشيال ميديا من 2020 لحد دلوقتي كان زمان انا طالع ترند، لان كل اللي انا كنت بتكلم فيه ان الاهلي فيه مشاكل اداريه كتيره جدا من ايام 2020 لحد النهارده. اللي بيحصل ده دلوقتي هو نتاج الكلام اللي انا بتكلم فيه من 2020 لحد دلوقتي. طب ملخص اللي احنا وصلنا له يا برايز: القوام الاساسي في 2020 كان علي معلول، جونيور اجاييه، رمضان صبحي، بس مش رمضان صبحي مش كل 2020 يعني، وعمرو السولية ومحمد الشناوي. فدول يعتبروا كانوا وقتها القوام الاساسي. تمر بين الايام والشهور والسنين، الشناوي مستواه يقل، عمرو السولية يروح سيراميكا، رمضان صبحي يروح بيراميدز، واللي كان في بيراميدز عبد الله السعيد يروح الزمالك اللي هو بالمناسبه كان واحد من القوام الاساسي لغايه 2018، وعلي معلول يمشي وجونيور اجاييه يمشي، ويكون القوام الاساسي للفريق بتاعك هو محمود تريزيجيه اللي هو كان في الفريق بتاعك ومشي علشان خاطر الاحتراف ورجع تاني، واحمد السيد زيزو وامام عاشور واشرف بن شرقي. الثلاثه اللي هم كانوا في وقت من الاوقات كانوا من القوام الاساسي لنادي الزمالك. وتيجي صفحات اللجان تلاقي نفسها قاعده فاضيه، تقوم منزله صوره عبد الله السعيد ورمضان صبحي وتقول اللي باع وخان، وتقعد تتريق عليهم وتهق عليهم بشكل يعني مش طبيعي. وتمر الايام والشهور والسنين ونلاقي نفسنا نادي الاهلي اللي بيكسب كل سنه دوري مش عارف يكسب الدوري السنه دي، وخصوصا بعد الخساره من بيراميدز فريق رمضان صبحي 3، وهيقابل نادي الزمالك فريق عبد الله السعيد، وهيبقى فرصته في المركز الاول اللي هو مركز عبد الله السعيد، ومركز الثاني اللي هو مركز رمضان صبحي صعبه جدا، فبالتالي مش هيشارك في افريقيا، فهيحارب سيراميكا كليوباترا اللي هو عمرو السولية علشان يخش كونفدرالية على الاقل. وكل ده كان بيحارب بمين؟ بالقوام الاساسي بتاع نادي الزمالك. وجايين تقولوا ان ادارة الخطيب ادارة ناجحة جدا علشان صفقات البوم طخ. فاللي انا عايز اقوله وصل، وانا واحد من مشجعين النادي الاهلي والناس كلها عارفة ان انا واحد من مشجعين النادي الاهلي. طبيعي جدا ان انا ما ينفعش ان انا اقول الكلام ده على النادي بتاعي، لكن الحقيقة ان الادارة ادارة فاشلة.